السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي بصوا، انا جايبه لفت كده النهارده هنخلله مع بعض. هتشوفوا الطريقه اللي انا هعمل بيها ازاي. معايا اللفت كده انا بجيبه كده واقوم حاطاه تحت الميه، ميه جاريه كده، اغسله مره واتنين وتلاته وانقعه علشان لو كان في طينه ولا حاجه. لازم تغسلي كده وتنضفيه، ولو فيه اللي هو القش اللي بيبقى على الوش دوت لازم تعمليه كده بالسكينه، تشيلي الحتت دي كده بالسكينه، تغسليه وتنضفيه كده وتنقعيه عشان ما يبقاش فيه طين ولا يقرقش لما انت تعمليه يا حبايبي. تغسلي كده وتنضفيه وتغسليه من تحت ومن فوق وتدعكيه بايدك جامد. لو انت ما عندكيش فرشه اللي هي بتاعه الغسيل دي، تغسليه بايدك كده تحت الميه. بص الميه اللي في الطبق حتى اللي انا غاسله بيها، بص الميه نضيفه خالص ازاي. ومعايا بنجريه اهي برضو هغسلها كده عشان هنعمل بيها المخلل بتاعنا النهارده. غسلنا كده يا حبايبي، بقى نخرطه مع بعض. انا جايبه اللي هي الخراطه اللي هي بنخرط بيها المخلل ديت، اللي هي بتعمله زي الترشي ده. انا بخرطه كده دواير كده، واللي هي الحته اللي تحت بروح عاملاها كده 4، اللي هي الحته بتاعت العروق دي. وبسيب العروق دي، انا بحب العروق دي، بحب اكلها يعني، مرميهاش بعملها. اي حبيبي بقى تقطعها كده زي الجزر كده او زي اللفت اللي هو بتجيبيه من عند بتاع الترش. تقطعيه كده زي الحته بقى اللي انت عايزاه، عايزه تقطعيه صغير، عايزه تقطعيه كبير، حسب ما انت عايز. يا حبيبي تقطعيه بقى زي ما انت عايزه تقطعيه كده، تقطعيه كده. في ناس بتعمله اللي هو صوابع اللي هي الطويله دي، وفي ناس بتعمله اللي هي حته صغيره، يعني تاخدي الحته على قد اللقمه ما ترجعيش منها حاجه. يا حبيبي بقى تخرطي كلته كده حسب ما انت عايزه. وما تيجي تجيبي اللفت، تنقي اللفت اللي هو الاحمر دوت، هو اللي بيبقى حلو، اللي هي اللي تلاقي الراس بتاعتها حمرا. الراس بتاعتها حمرا دي بتبقى اللفتايه دي حلوه، وبتبقى حلوه في المخلل وبتحمر معاكي. حتى لو انت ما عندكيش بنجر وما عملتهاش ببنجر بتحمر برضو شويه يعني، بس بتبقى حلوه في المخلل اللي هي الراس الحمرا. بصي الحته الصغيره دي بقى تخرطيها ديت، اللي ياخد الحته ببعضها على قد اللقمه او على قد ما ياكلها. انما الحته الكبيره دي اللي هياخد حته ويرجع حته. فانا حبيت اوريكم ده وحبيت اوريكم ده. انا ببقى اعمله حتت صغيره كده، على الاساس اللي ياخد حته ياخدها ببعضها ما يسيبش منها يعني. يا حبيبي وتجيبي اللفت اللي هو الطري، تنقي اللفت الطري كده، اللي هو تنقي اللفتايه اللي هي التقيله، عشان الخفيفه دي بتبقى شيخه. فانت تجيبي اللفتايه اللي هي التقيله الطريه الحمرا، هي دي اللي بتبقى حلوه. وتجيبي بقى وتخرطيه بقى زي ما انت عايزه، حسب ما انت عايزه تخرطيه بالسكينه تخرطيه بالخراطه اللي هي بتاعه المخلل تخرطيه، حسب ما انت عايزه تعمليه. انا بخرطه. بصوا القروش دي بتبقى جميله قوي بصراحه يعني، انا بعملها ما برماش. تقطعي تنضفيها كده وتشيلي منها الورق اللي فيها وتحطيها مع اللفت كده في المخلل وتخرطيها بقى. قولي لها يا ماما عشان انا بس عشان لما تجيبي اللفت اللي هو الاحمر ده بيبقى حلو في المخلل. يا حبيبي بقى تخرطي بقى حسب ما انت عايزه كده بقى. متنسونيش باللايك والشير واشتركوا في القناه يا حبايبي، اشتركوا كده وشاهدوا الفيديو. وما تنسونيش اللايك يا جماعه. تخرطي بقى زي ما انت عايزه، حسب ما انت عايزه. نجيب المخلل كده بقى وتخرطيه، وما تجيبي شويه مخلل وتخرطيهم احسن ما تشتري بيه، احسن ما تشتريه يا حبايبي شويه قد كده. تجيبي الكيس ب10 جنيه، تجيبي 2 كيلو لفت، التلاتة ب10. هو اللفت دلوقتي التلاتة ب10. هتجيبي 3 كيلو ب10 جنيه، هتعمليهم ما شاء الله هيملولك بطرمان، بدل ما تشتري كيس شويه مش هيكمل حتى طبق. تشتري طبق كده، لو فضيتي الكيس في طبق يدوبك ما بيكملش حتى الطبق. تجيبي ب10 جنيه كده. لا انت تشتري بقى اللفت وتخلي ليها احسن، وتبقى حاجه نظيفه وضامنه اللي انت غسلاها وعاملاها.
نخرط بقى اللفت بتاعنا كلته كده ونعمله بقى ان شاء الله كده. تشوفوا معايا الطريقة تعملوها ازاي. عايزين تحطوا عليه فلفل اللي هو الفلفل الحامد حطه، عايزين تحطوا معاها جزر حطوا، حسب ما انتوا عايزين يعني. كل واحد حسب ما هو عايز وحسب ما قدرته، مع عنده جزر يشتري جزر، فلفل، كرنبيط برضو لو جبت كرنبيط وخليتيه معاه بيبقى حلو اوي برضو. حسب ما انت عايزة اعملي، وما فيش حاجة بتقول لا في دلوقتي. يا حبيبي بقى تخرطيه كده وتغسليه وتنضفيه وتخرطيه وتعملي تمليلك بطرمان. كل ما تعوزي حتة مخلل هتلاقي عندك المخلل، بدل ما كل ما تعوزي تنزلي العيال روحوا هاتوا كيس ترشي، روحوا هاتوا مش عارفه ايه بقد كده. لا انت تعملي حاجتك وتبقى غسلاها كده ومنضفاها وتبقى عندك، هتنفعك في اي وقت. يا حبايبي خرطت كلها اهوت، وكان عندي قرنين فلفل كده حطيتهم عليه اللي هو الفلفل الحامي ده، ومعايا البنجرية اهيت. اخرط حتة كده، اخرطها حتت عليه، اخرطها كده زي اللفت ما انا خرطته، خرطها حتت كده واسيبها عليه كده متخرطة. وهاخد حتة معايا برضو كده ايه اخرطها واحطها في شفشق الخلاط واضربها في شفشق الخلاط عشان نعمل بيها المية بتاعتنا. اهو جبت المية كده ايه اهي، جبت حتة بنجرية كده ضربتها في الخلاط اهي في الشفشق وحطيتها ايه على المية بتاعتنا. تحطي بقى الملح حسب ما انت عايزه، ما فيش حاجه اسمها كيلو وتحط له 2 معلقتين هتحط له 3، لا انت تحطي الملح وتدوقي حسب ما انت عايزه حادق، عايزه ضلع شويه زي ما انت عايزه، وهو بالنظر كده. انما ما تحطيش كيلو له معلقتين، ممكن يبقى الملح شويه والمخلل اللي يبقى لين، عشان لو انت حطيتي الملح بتاعه شويه هيلم منك ويبوظ. فانت تحطي الملح زي ما انت عايزه وتقلبي وتدوقي الميه دي، ما فيهاش حاجه يعني، عشان مش كل بطرمان بياخد زي التاني. هتقلبي الملح وتدوقي، عايز ملح كمان تحطي شويه كمان، انما تحطي كيلو له معلقتين الكيلو له 3 معالق ما ينفعش الكلام ده. جبت بقى القرنين فلفل، كان عندي قرنين فلفل كده جبتهم وغسلتهم ونضفتهم كده، ولازم تشقيه عشان ايه الميه تخش في قلبه كده ويخلي اللفت بتاعنا كده احمر، ويعمل يبقى يخلي اللفت بتاعنا حادق كده وحامي شويه حراق شويه يعني. جبنا بقى البطرمانات بتاعتنا طبعا غسلينها كده ومنضفينها ومعقمينها. انا بغسلها واكفيها واسيبها لما تنشف، تكفيها كده على وشها لحد ما تنشف. وجبنا بقى المية بتاعتنا كده ايه هنحطها ايه على البطرمانات بتاعت المخلل. بس المية حمرا كده وجميلة ازاي، ولسه اما تقعد كمان هتحمر كمان عشان انا مخرطة حتتين بنجر مخرطاهم كده، انما دولت انا ضربهم في خلاط عشان كده المية حمرا. وتحط لهم ملحهم بقى، تخلي الملح بتاعهم حلو كده يومين 3 وهتاكلي منه، ويبقى حاجتك في بيتك وضامنه اللي هي نظيفه وكويسه. البطرمان عايز شويه كمان كده، حطيت له شويه كمان ومليته ميه اهو، ونشيله كده بقى نغطيه ونشيله. نجيب بقى البطرمان التاني رخر وحاطين له الفلفل بتاعه، فلفل الحامي. كل بطرمان حطيت فيه قرنين فلفل وتغطيه، وما يتخلل هتجيبي واحد تاكلي منه وما يخلص تجيبي التاني. تانك برضو مغطياه، ما تفتحيش عليه اللي هو التاني المقفول دوت على ما ده يخلص تبقى تجري بقى التاني تجيبي منه. يا حبيبي بقى هو كده نحط له شويه اللفت الباقيين دول عشان نبقى ملينا البطرمان. انا عماله اكبس فيه كده واتك عليه علشان ياخد الفلفل كله، البطرمانين الاتنين يعني، عشان ما اجيبش حاجه تانية احط فيها شويه باقيين. كبست ده وكبست ده ومليتهم على الاخر، ما بقاش حاجه يعني تنيت احط فيهم لحد ما حطيتهم كلهم. والتاني رخر برضو قمت جايه جايباه وقعدت املى فيه وحطيته، قعدت اتك فيه كده وحطيته مليته برضو، ما بقاش حاجه. يا حبيبي بصوا لونه عامل ازاي ولسه ما تخللش. ده لما يتخلل بقى تبص تلاقي اللون بتاعه احمر خالص كده زي اللي بتجيبي من عند بتاع الترشي، وشكله وطعمه جميل. يا حبايبي بقى يا رب يعجبكم، ما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه.
وقولوا لي ايه رأيكم في الترش بتاعنا النهاردة. بصوا لونه جميل ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.